بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا معايا النهاردة أصحاب عربيات عند اللسطى حسام وصدام. أنا هسيب حسام يسألهم وهو هيقولوا رأيهم إيه في اللي عمله حسام معاهم. حسام، احنا برحب بيك وبرحب بعم الحاج. اسمك كريم ايه؟ محمود. ازيك يا حسن. حسن. علاء. ازيك يا عم علاء؟ اخباركم ايه؟ طيب انت اسال وهم بقى ايه، كل واحد هيجاوب. اسال محمود بقى معاه عربيه موديل كام وكل واحد هيجاوب، وسيبنا انا والكاميرا. تمام، مفيش مشكله. تمام ماشي. بسم الله. معايا طبعا اخويا محمود عندنا فيوم. الحاج حسن طبعا الناس كلها عارفاه اكيد. واخويا علاء برضه، اخو عم اشرف. جينا برضه الناس جينا على دماغنا. تمام. الراجل ده كان جاي النهارده، يعني كان عنده مشكله في عربيته. تمام. الحمد لله ربنا كرمنا وظبطنا له برضه مشكلته وخلصنا. كان عنده المشكله ايه؟ كان عنده مشكله داخنه جامده قوي، صوت العربيه مش مظبوط، تقطيعه في العربيه. موديل كام؟ موديل 96. تمام. دبابه بتاع الغلابه. هو بقى اللي يكمل بعد ما طلع يجرب عربيته، بعد ما ظبطنا عربيته طلع يجرب عربيته، هو اللي يتكلم. والله انا في الاول اشكر دوست حسام على اللي بيعمله. لو واحد غيره يعني معلش، النهارده انا دخلت في حوارات كتيره، اللي قال لي رشاشات واللي قال لي مكنه وناس، يعني انا ما خليش صناعيه. الراجل جيت النهارده بمورد الله، يعني قال لي على اللي في العربيه وقال لي تمشيك وما تمشيكش، وعمل لي الصح في العربيه. وطلعنا جربنا عربيه بمورد الله، يعني 1000 الألف، يعني الله يبارك له بمورد الله. وبعدين فوق ده كله يعني ده راجل بلدياتنا، احنا لازم نشجعه فوق اي حاجه. حبيبي تسلم. الله يصلح حالك يا حوده. ونص السلطان برضه ما ننساهوش، برضه اخونا الكبير. حبيبي تسلم. اتفضل يا باشا. يا عم حسن. يا باشا. طبعا انت اكتر واحد عندنا بعت لنا عجل وعملت لي تعديل. مشترك معاكم انا. حبيبي. حبيبي العربيه عامله ايه؟ تمام 100 والله. بالله والله ظبط. انا مش مجامله. مش مجامله وانا ما بجاملكش برضه. انت كنت جاي عندي برهش عشان تحل الرشاشات. بالظبط. حلينا الرشاشات؟ لا ما حلناش الرشاشات. تمام. المشكله ايه؟ انت جيت المشكله في كان في ايه عندك؟ كان في رعشه عندي في المكنه. كان فيها رعشه. الرعشه دي كان سببها ايه؟ كان سببها كانت الطرمبه عايزه تتظبط. تمام. كان فيها رشاش فاصل من الطرمبه نفسه. كانش بياخد دفعه الجاز الاساسيه بتاعته مظبوط. ظبطناها، انا ظبطتها بايدي. تمام. وهو جرب عربيته، هو اللي يقول لك. في ناس بتقول الرشاشات ما بتظبطش. هي فعلا الرشاشات فعلا ايوه ما بتظبطش. تمام. 1% اللي بنظبط طقم رشاش. 1%. نعم. انا بالنسبه لي فضل من الله، لو العربيه عايزه مثلا تظبط الرشاشات، لا يا باشا بشلطه زي كده. تمام ماشي. طقم زي كده. اه طقم محل زراعه. خليه عندي عشان اجرب بيه. يعني انا برضو شلت طقم الرشاش بتاع العربيه الديمكس اللي هي قدام دي. ماشي. شلت طقم الرشاش وسقطت طقم الرشاش عشان اعرف هل هو العيب من الرشاش ولا العيب مش من الرشاش. تمام. يعني انت جايب ده اختبار. ده اختبار عشان لما في مشكله ولا حاجه عندي، عشان ما فيش صاحب عربيه يروح لحد تاني ويبتدي نعمل الشغلانه اللي اتعملت اللي فاتت. بالظبط كده. بالظبط كده. تمام. خليت عندي طقم رشاش ماشي. حتى هو بنفسه قال لي سيب لي طقم الرشاش، قلت له لا. تمام. يعني انت بتجرب قال لي سيب لي طقم الرشاش، قلت له لا. تمام. هنحاول نظبط طقم الرشاش او نظبط العيب اللي في عربيتك من غير برضه ما نغرمك طقم رشاش. تمام. وعم علاء كان عنده مشكلته ايه؟ عم علاء لا كان جاي يعمل صيانه. كان جاي يعمل صيانه. جينا برضه. هنا يعني. ايوه. كان جاي يظبط تكيات. انت اكيد اشتغلت مع صناعيه كتير ورحت لصناعيه كتير. اشمعنى انت صدام؟ يعني انت جيت لي صدام، يعني ليه انت متمسك قوي يعني في نفس الوقت راجل كفايه بس مقابله واحترام. راجل وامانه الله صنايع. غير الصناعيه اللي رحنا لها كتير. امانه الله يعني ظبط العربيه واحنا لسه عاملين عنده عمره بامانه الله. يشكر الراجل بارك الله فيه برضه. تمام. عم الحاج، انا طبعا انت كبرنا لازم ابتدي معاك يعني. كان معايا احمد نبيل مؤسس جروب ابطال النقل، وكان عامل مبادره ان هو جايب لوجو ده وهيبتدي ان هو يعرضه على الناس على اساس ان انت تحت اي ظرف من الظروف، لو انت النهارده من الفيوم والقاهره وعطلت. تمام. طيب انت لما تعطل ما انت عايز حد ينقذ. انت حسام مش هيجيلك من الفيوم. بالظبط. فهو عامل مبادره ان في اي حته تلاقي ناس تقدر ان هي تساعدك. تمام.
يعني هل ايه رايك في الكلام ده؟ لا تماما، الكلام جميل وموافق على الراي ده. يعني انا النهارده لو قلت لك ان اللوجو ده بكذا، هو مش اللوجو انت مش بتشتريه. أيوة. انت بتساهم في خدمات اللي بتتعمل، بدل ما اقول لك اديني 10 جنيه انا بقول لك خلي اللوجو ده معاك بتحطه على العربيه. تمام. وحسام بيبقى كورشه بتبقى عندها لوجو، تمام، عنده الاستيكر، يبقى انت عارف ان دي تبع المبادره. تمام. يبقى انا غرقان، هتتصل بحسام او هتتصل باي حد في المكان اللي انت فيه. تمام. في ناس هتقوم لك. رايك ايه في الموضوع ده؟ ومحمود يقول لنا وعلاء يقول لنا ايه. لا، هل ده كويس ولا ده ايه لا الموضوع؟ كويس ومشوار حلو برضه، كويس. مشوار كويس. كويس. ما فيش في مره حصل لك مشكله في مكان وبقيت واقف محتاس عمال تتصل بطوب الارض؟ لا بصراحه ما وقفتش قبل كده. من ساعه ما عرفنا راسنا حسام واحنا وقفنا بعيد عن الحساب. انا ممكن تحت اي ظرف مظروف سيرة قطع مني. سيرة قطع، واخد بالك يا عم؟ سيرة قطع هتلاقي اقدر في اي حاجه. طلمبه الميه الجوان بتاعها ضرب، ما هو ده دي مشاكل دي بتحصل. دي مشاكل بتحصل مفاجاه. والله اللي سيبني معاك نايم وفرد الكاوتش ضربت منك. الله، ما هو مش ده موقف. طب مين هينقذك؟ هنتصل بالجمهور. ما هو ده اللي انقذك، المولى عز وجل. لكن انت عايز حد يقف بقى معاك بقى من بعد ربنا. تمام. حاجه كويسه يعني. كويسه ولا تمام. راي علاء ايه الموضوع ده؟ رأيي والله بصراحه هو رايه كويس. يعني دي تبقى خدمه كويسه، وما بنقولكش احنا مش هناخد منك حاجه، انت هتاخد اللوجو ده ويبقى معاك في العربيه. لا هتبقى خدمه كويسه والله بالنسبه وهندي لك كل عناوين، يعني هم هيدوك كل عناوين الورش وكل الاماكن على مستوى الجمهوريه اللي هم الناس اللي هتشارك في المبادره دي. تمام. حاجه كويسه يعني. حاجه كويسه والله. يعني انت عشان تبقى ماشي مطمن. وفي ناس برضو وقت معطل تليفونتيين. تمام. اخر ما استنى ده وقفله ده وقفله. رايك يا محمود؟ يا باشا والله هو فكره حلوه المورد اللي فكره كويسه. لو معاك بحس ان انا النهارده مثلا واحد حاطط اللوجو ده على عربيته وانا شفته عطلان، حتى لو ما اعرفوش هقف له. تمام. هو اكيد مش هيحط اللوجو ده الا هو راجل شبهنا بتاع أكل. تمام. فانا اول ما اشوف اللوجو ده واشوفه واقف حتى لو هو مش عطلان هقف اساله انت واقف ليه؟ محتاج حاجه؟ مش محتاج حاجه بسيبه وامشي. ففكره حلوه يعني بمورد الله. فكره كويسه يا باشا. تمام. شوف انت عايز تقول ايه يا احمد؟ بس انا اللي انا عايز اقول انت تمام. يعني في اي حاجه ثانيه عايز؟ لا كده تمام. لا كده نشكر الناس. طيب نشكر الناس. اشكر عم محمود حبيبي وعم الحاج وعم حسن وعم علاء والمستر حسام فوقيهم. حبيبي دايما في الخير يا رب. ربنا يزيدكم باذن الله. ربنا يقدم اللي فيه الخير.